السلام عليكم. نقاط سريعة من ذهاب كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد وبرشلونة. أول شيء أتلتيكو مدريد، إذا أنت كنت فريق قوي بهذه الطريقة ومرعب، لماذا ترضى المهانة والانكسار وألا تنافس على الدوري وأن تسلم الراية لفريقين فيهم من المشاكل الشيء الكثير والكلام عن برشلونة ومدريد؟ لماذا تسمح لهم أن يتفوقوا عليك ويتقدموا عليك بهذا الفارق وهزمت الاثنين هذا الموسم؟ واحد ضربته بالخمسة وواحد ضربته بالأربعة. ماذا ينقصك يا سيميوني؟ فريقك مرعب وجميل وأسماء من أجمل ما يكون. اثنين، خط دفاع برشلونة. أنا ياما تكلمت في حلقاتي وبقول إنه دفاع برشلونة هو طاعون عمواس القاتل، وهانز فليك رجل مش قادر يغير منظومته على الإطلاق، عاجز عن ذلك، بفكر انه ما حصل مع البايرن 2020 قادر يطبقه مع برشلونه، واحنا كل مره وكل اسبوع وكل حلقه بنقول له لن يحصل ذات الامر. برشلونه غير قادر، لا يمتلك العناصر على ذلك. الاهداف مكرره يا اخوان، انا ما شفت فريق يتلقى اهداف متشابهه على مدار موسمين ولا يحلها كما برشلونه. طاعون. وفي هذه المباراه استبيحت جهه بالدي، استبيحت. اذا بتفكر انه برشلونه خرج باربعه، فعلم انه في الشوط الاول كان ممكن يطلع بسته او سبعه. فرصه جوليان في الدقيقه الثالثه، والفرصه اللي انقذها كوندي على خط. سيميوني قتل فليك بالجناحين اللي عنده ابنه جوليان على اليمين اللي قتل بالدي، وعنده على الشمال لوكمان الوافد الجديد النيجيري اللي قتل كوندي ايما قتله. وجريزمان والفاريز تكفلوا بقلبي الدفاع. جريزمان بيلعب تحت الفاريز، جريزمان بيلعب على اللمسه الواحد، عمره 34 سنه، الشهر الجاي اظن بصير 35 سنه، والفاريز قناص. ودفاع برشلونه كوميديا مطلقه. النقطه الرابعه، لامين يامال متى سيحمل الفرقه على اكتافه؟ ولا هو ليس من نوع اللاعب اللي بيقدروا يحملوا فريق على اكتافهم؟ لانه في اليورو شفته نجح بذلك في اليورو الماضي عندما تسكرت الامور في مباراه فرنسا نصف النهائي، طلع وتجبر وتعملق الولد. مع برشلونه لحد الان ما شفت له مباراه استطاع فيها انه يحمل الفريق على اكتافه وان يمضي به بعيدا. روجري الظهير الايسر الايطالي سكر عليه، قتله، كره حياته. رقم 6، خط هجوم برشلونه. احنا دائما بنقول انه اقوى شيء في برشلونه هو خط هجومه، وهو الذي يسد ثغرات وضعف وعثرات خط الدفاع. خط الهجوم اليوم غير حاضر على الاطلاق، بدا بهجوم خاطئ، ترك ليفاندوفسكي على الدكه، والادله اوحت واكدت انه رافينيا من دونه الفريق تحت داون. نقطة قوتك للهجوم كانت طاعون اليوم، وذاك خرجت ب0 أهداف. 7، هي أسوأ مباراة لبرشلونة منذ قدوم هانز فليك، من دون منازع. 8، سمعت البعض بيقول عن سوء أرضية الملعب. على فكرة أرضية الملعب على الفريقين، ولما يتبدل الملعب تلعب على نفس الملعب، حجة ضعيفة وواهية. 9، خوان غارسيا وقع بغلطة كبيرة، وغلطة الشاطر ب1000، بس قبل الغلطة هو أنقذ هدف على الدقيقة الثالثة. ويبقى خوان غارسيا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، ولكن خط دفاع طاعون، لو انا موجود راح اكل زيه. 10، تذكروا انه اوبلاك قائد الفريق في الكاس، سيميوني لا يشركه. مين مكان المنافس برشلونه او ريال مدريد لن اشرك اوبلاك، حتى لو نورمان المدافع الاساسي ما لعب اساسي، نزل من الدكه. 11، فرق بين برشلونه واتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد عارف شو بده يدخل وينهي ويخلص ولا يترك مجال لمباراه الاياب. رقم 12، برشلونه ما اتوقع انه في عليه تسلل في الهدف الذي الغي لكوبارسي، لانه اذا كان التسلل على ليفاندوسكي في الكره جاءته من مدافع اتلتيكو مدريد، واذا كوبارسي متقدم على ليفا، فانا ما شفت كوبارسي متقدم على ليفا. بدي ارجع اعيد اللقطه مره ثانيه، بس انا مبدئيا بقول ما في تسلل الى ان اقول شيء اخر بعد ما اراجع اللقطه اكثر من ذلك.